اهلا المتتبعين ديالي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد، نتمنى ان شاء الله تشوفوه في احسن الاحوال. كما وريت لكم انا غندير لكم دابا المسمن العادي المربع، يعني عادي بغا ديروه داير بغا ديروه مربع، ما كاين حتى مشكل. هذا هو المسمن ديال هاك امك هاك باك، يعني كتنوضي بالزربه كتصايبيه، يعني دغيا الا كنتي معطله في 10 دقائق كيوجد ليك. المهم البنات، انا راه وريت لكم القمح. علاش كتبوا لي شي بنات قالت لك القمح ما كيصدقش لينا في المسمن؟ انا كنقول لها شوف اختي، غادي تمشي تكيلي فرينه، وغتكيلي عبره ديال الفرينه وعبره ديال القمح، وغتمشي اختي طحنيها، وغادي تديري النخاله بوحدها والقمح بوحدو، ومني غتبغي تعجنيه راه غيجيك غزال. شوف انا كيبان ليا مطلوق. انا اليوم ما درت لا زبده لا حتى شي حاجه، درت الزيت بوحدو. فهمتوا البنات؟ انا راه ديما كنورق المسمن بالزبده، ولكني هذا قمح ديال الدار بلاش نحتاج نديروا ليه الزبده، راه مورق من عند الله وزوين ومزيان للذات البنات. المهم القمح ديال الدار، ها نتوما شوفوا في يدي شنو، راه ماشي فينو تاع الزنقه، والله العلي العظيم الا القمح ديال الدار. انا كنقولها وكناكدها. شحال من وحده كتقول لك لا اختي راه ما كيجينيش، كنقول لك حبيبتي دلكي مزيان، واخا ما بينش لكم كيفاش عجنت، ما بغيش انا نكثر لكم الفيديو طويل، ولكن شوف انا درت 3 زليف على الجهد اللي بغيتي. درت اختي شويه السنيده، شويه ديال الملح، والماء يكون بركه عليه، ما يكونش سخون بزاف، وكنعطي دليك اكثر من الماء. انا كنأكد لكم ديال الزنقه كديروا ليه الماء كثير ودليك قليل، تصنتوا ركزوا معايا. اما ديال الدار كتعطيوه دليك ديال يديكم اكثر من الماء. المهم شوفوا هذا المسمن كي جا مورق وجا غزال، وراه قلتها لكم في فيديو سابق، قلت لكم انا والله العلي العظيم ما كيبغيو وليداتي الخبز ديال الدار. الا ما درش ليهم شي حاجه كي اليوم، خاصني اليوم نغيب والغد ثاني نصبح ندير لهم. راه غير البارح لحت لكم البطبوط باش فطرنا، واليوم عاوتاني نط المسمن. وهذا الشيء اللي كاين باش نرضيو وليداتنا والازواج ديالنا. علاش لا اختي الانسان يفطر في الدار وماكله الدار زوينه؟ علاش انا غنمشي انا عند هذه اللي غادا تمشي تجيب لي مسمنه ب 60 ريال ولا 50 ما عارفه شنو دايرها؟ وكنزيد ناكد لكم قسما بالله ماكله الزنقه الا كتكون في الفريغو، كتكون في الفريغو ماشي ديال ديك الساعه كتصايبيها. كيصوبوا الملاوي، كيصوبوا سميتو، كيشدو كيحطوا في الثلاجه، الله يجعل يبقى 10 ايام، يبقى 5 ايام، يبقى حتى سيمانه، وعاد كتجي وكتبدا تخبز. لاحظوا فيه ملي كتخرجوا الزنقه كتصيب وحده كتخبز راه بارد من الثلاجه. ونقول لكم راه العجينه الا حطيتوها في الثلاجه راه كتحماض. راه والله العلي العظيم راه جهدكم حاجه، صوبوه كل يوم وحطوه في الثلاجه، الغد وجدوه، ما تفوتوش ليه يومين، وهما كيديروا سيمانه ما على بالهمش. وها نتوما كتشوفوا انا جالسه اختكم في السطح ودايره غير صنداله ديال الميكا، وما نقول لكمش المسمن راه واعر جا. هذا هو المسمن ديال هاك باك هاك امك، مربع وصحي وزوين وبلاش لا بركه البنات من يعني الفورس الفارينه ديال الزنقه، بركه من الفينو. والله العلي العظيم هذاك الشيء غير منظر. انا هذاك تنديرو الا بغاو الكليانات ديالي. فهمتوا يا البنات؟ هذاك تنديرو الا بغيت نخدمو كليان. انا غادا ان شاء الله راه لايحه لكم فيديوهات ديال المسمن، ولكن غنلوح لكم واحد الكوموند راه خدمته، فيه 27 بطبوطه وفيه 22 ديال المسمن، دايراه ديال الزنقه. يعني علاش؟ راه حتى هو زوين، ولكن ديال الدار تيبقى ديال الدار. هما تيبغوا اي وحده لا طلبات غتبغي المنظر وغتبغي. انا نفضل هذا حسن ليا، لان مزيان المعده مزيان لكل شيء. ولكن الا مشيتوا للجانب ديال الزنقه راه كتشوفوا كيخدموا غير بالفورس. انا كنقول لك الفورس بوحدو، ولكن الفورس بوحدو راه كيخرج على الذات، مازال الا خلطتيه مع الفينو ولا القمح راه كيجي غزال. وها نتوما البنات المسمن اللي بغيتو يجيكم زوين خصو يتورق في الارض. شوفوا انا كيفاش كتجيني الكره، نبقى نقرص حتى كتورق، وصافي كندير شويه ديال القمح لداخل. ها نتوما شوفوا تبارك الله. انا كيت اللوحه مفكوكه. راه بزاف غنشارك معكم ان شاء الله جميع يعني المعجنات اللي كندير انايا بالمسمن، الملاوي، البطبوط، كاع داكشي اللي كنكون انا خادمه كوموند للناس، وغتشوفوا الخدمه تاني تتبان تاني واعره. هانتوما البنات، ها انت شوفي اختي، شوفي الله يسهل عليك. نوضي اختي ديري لوليداتك بحال هكا. كندير يعني القمح كنكبو لداخل، ومن بعد كنتنيها مربعه عاديه باش ما نتعطلش. علاش؟ لان هذا فطور خاص ما تعطليش. الا منتي شويه بكري مثلا دغيا يسر بيك. اما الملاوي كيبغيو ياخذوا شويه الوقت، وماشي بزاف. الملاوي الا بقيتي تلوي عندك واحد 15 دقيقه وصافي وكتبدا طيبي تبارك الله. شوفوا البنات راه عرفتي المسمن هذا المربع بالقمح ديال الدار راه مخشخش اختي،
راه كنقول لك اختي راه ما نقولكش راه الفداوش هادو، ولا كنتي ديجا عارفه الفداوش. علاش لا اي وحده كنتمنى تنوض اختي ودير الفطير راجلها ولوليداتها، ماشي تبقاي ناعسه اختي اي وقت مع تنايضه حتى 12 ومصيفطه على واحد الكوميره لاويه. ولكن هادوك لالياتنا اللي غينوضوا بكري ويبيعوا لينا حنا الكومير مثلا طيب ولا مسمن، لا اختي انت عندك توقيت، شنو غيعطيك اختي النعاس؟ انا بعدا ما كنعش بزاف، عندي خدمه ديال الناس، عندي كوموندات ديال الناس، ولفت واخا ما تكون عندي حتى شي حاجه كنوض بكري، كنوض بكري ما نكذبش عليكم. ها نتوما شوفوا المسمن غير تيتلاح داكشي واعر واعر. والله البنات الى هذا ديال الدار، قمح ديال الدار، عطيوه الدليك وما تعطيوش الماء بزاف، عطيو الدليك وما تعطيوش الماء بزاف. وراه ما نقول لكمش اختك راه ما شدتش ليا انا كاع شي 10 دقائق وجدت ليهم. حطيت البراد كيطيب، اول حاجه رديت الماء تيطيب، عجنت العجينه، حطيت الماء مع ساليت، باقا ما ساليتش يلا تناص ليا المسمن، عمرت البريريد وجدته بقى سخون وخليته تيطبخ مزيان، حقاش مزيان اتاي يطبخ المعده. ومن بعد ما ساليت انايا اتاي جيت نصيب راسي رانا وكملت داكشي فيت في ما كاينش اللعب. هادشي اللي كنبغي نقول لكم البنات، لان شحال وحده كتقول لك انا ما كنفطرش راجلي كيمشي للزنقه. لا اختي انا ما نخليش يخرج للزنقه، علاش؟ لا كلشي كاين في الدار، كلشي في الدار، اي حاجه غادي تحاسب عليها المراه الا مشات عند الله سبحانه وتعالى. لا اختي نوجد الغدا، نوجد الكوتي، نوكل وليداتي، نضرب تماره على ولادي، نتعاير على ولادي، نصبر على ولادي. البنات راه اللي دارت الولاد راه كتصبر، كونوا على يقين. مشات عيش الشباب، انا وليداتي الحمد لله راهم غادي تيكبروا. عندي البنيه الكبيره عندها 20 عام، اللي تبعوا عنده 19، الوسطاني 16 الله يخليهم ليا، واخر مصرانه عنده 10 سنين. والحمد لله تزوجنا جواز الصغر، يعني تزوج عندي 17 عام، انا دابا طالعه في 39 عام. ولكن الحمد لله الله يخلي لي صحيحتي، نوجد ونعطي لوليداتي وشي حاجه اللي زوينه. انا ما نبغيش ولادي يمشيو لشي بلاصه يقول لك ناري شوف شنو شفنا، ناري يا ماما هذيك راه ما عمرك ما، وهما تيمشيو عند الناس وتيشوفوني انا كندير لهم شي حاجه اللي زوينه اللي ما عمرهم شافوها في شي بلاصه. مستحيل نخليهم، مستحيل نخليهم يمشيو شي بلاصه وتقول لي ناري هذا المسمن كيدير. والله العلي العظيم الا علمتهم هادشي حتى من الدار، يعني الزوج ديالي كيمشي شي بلاصه يقول لي ماكلتك راه الطوب، راه ما كنلقاها في شي بلاصه، المسمن ديالك ما كنلقاها في شي بلاصه، اي حاجه طيبتي راه ما كتلقاها حتى في شي بلاصه. كيقول لك انا مولف ناكل ماكلتك فقط. والله العلي العظيم الا بالشهاده ديالو وحاضره غير ملائكته. ولكن الصراحه اختكم الحداقه والطياب والكوموندات ديال الناس، والله العلي العظيم نض الصباح بكري عجنت الخبز ديال الدار واش متبعتو المسمن، وعاد عقب تاني كملت المسمن، دخلت لكم في الخبز تاني قرصتو، وعاد غسلت الدجاج البلدي جابو مونطار، وعاد سير تاني دير الغدا ودير هادي. وعندي البنيه كتجمع البيوت اللي لتحت، ولكن شي اغلبيه شي حاجه اللي كثيره راه كنديرها انا بالنسبه للطياب. وعاد عندي واحد الكوموند ديال واحد السطل فيه الرخامه وحلوه ديال الدوزان وفي غريبه، وغادي نشاهدوا معكم. واخا سمحوا لي راه ما صورش اللقطات ديالو، ولكن غنوريكم السطل كيفاش خرج وكيفاش طلع. يعني اختكم ضاربه تماره بمعنى الكلمه. ولكن صحابو كنقول لا ولا والله تعاجبني الحال والحمد لله والشكر لله. هادشي اللي كاين، هادشي اللي كان كنقولها لكم انا. ولا شفتوني انا كتقولوا هاد السيده راه ما حادقاش، رجعوا الفيديوهات شوفوني اش تنوكل لوليداتي، رجعوا الفيديوهات كاملين يعني من ازيرو حتى لدابا، وغادي تشوفوا يعني راه تنوكلهم شي حاجه اللي طبيعيه وشي حاجه اللي زوينه. والحمد لله والشكر لله. نتمنى ديروا غير بارطاج ولايك واشتراك وكومونتير زوين. وها نتوما كتشوفوا، وها نتوما تتشوفوا يعني مورق وزوين. والله البنات ما درت الزبده قدامكم راه كتشوفوا، انا كندير الزبده كنورق بالزبده، ولكن ديال الدار ما كندير فيه لا زبده لا حتى شي حاجه، كيجي بوحدو. والله البنات ما تشبعوا منه. شوفوا التوراق اختي، ضربي لي اختي، ضربي لي اختي الا كانت عندك شي كاميرا زوينه وزومي ليا وشوفي كيفاش داير. راه ما نقول لكمش وكيتحط سخون، انا ديما كنزرب المسمن باش يبقى سخون، كيتحط مع براد ديال اتاي اختي عام الزينات، وحطي لي زويته ولا حطي لي اختي زبده بلديه ولا زبده عاديه ولا ماشي مشكل ولا فرماج. والله البنات ما تشبعي منه، والله ما كتشبعي منه. هذا القمح ديال الدار مسمن مربع عادي، هاك امك هاك باك، شي حاجه اللي رائعه. كملت اختي المسمن ومشيت اختي قرصت العجينه، سطتها هي شويه بدات كتخمر، خفتها لا تفيض ليا وتخسر. وهنا معكم البنات يعني شديت اختي القمح مني طحنته وفيها اختي سميده، هذه سميده باش نقرص. هانتوما باش تعرفوا تنقول لكم هذا القمح اللي كتشوفوها هو قدامكم، هذا درت اختي به المسمن. كاينه شي وحده كتقول لك لا اختي ما ديريش به المسمن غيجي مقطع ليا ما غيتعجنش ليا، ولكن علاش لا؟ راه الفرينه والقمح، انا كناكد لكم الفرينه والقمح. اما القمح بوحدو يقدر حتى هو تعجنيه مالو راه يجي، ولكن خلطتي مع الفرينه راه الفرينه زوينه. الفرينه والقمح هانتوما البنات
يعني شديت السميده. انا ضروري ملي كنمشي للطحانه، الطاحونه عندنا، ملي كطحني كيعطيك النخاله ما كنبيعهاش، وكيعطيك السميده وكيعطيك الدقيق ديالك وكتجيبيه. انا هاد السميده اختي كتعجبني الصراحه، كتجي غزاله ما نقولكش. ها هي الثانيه حتى هي درتها بالسميده. صراحه البنات والله الا السميده ديال الدار راه شي حاجه اللي مانيفيك، وحق الله وحق الله العلي العظيم. اختكم طبيعيه وجالسه لك في السطح، راه ضربت عليا الشميشه ها كيما تاكل. والله العلي العظيم الا كحاليت انا بهاد الشميشه حق الله، ولكن هي راه مزيانه للصحه. كنوض على الصباح، الا عندي كوموند كنخرجوا للسطح، كان عندي شقه كنخرجوا للسطح، وكتبقى الدار نقيه يا البنات. وها نتوما معايا ضربوا شوفوا كيفاش غادي يجي الخبز. الا بغيتوا تشوفوا الخبز ديالي دخلوا للقناه وشوفوا ديك الساعه، والله البنات يعجبكم. شوفوا اختي النخاله، عرفتي النخاله صحيه ومزيانه للذات ومزيانه للمصارن، وكتخوي الكرش وكتحيد لي غاز وكتحيد حتى الكوليسترول والشحمه في الدم. كنأكد لكم هذه راه على شهاده الناس وشهاده يعني شحال من طبيب تيقول لك النخاله راها مزيانه. انا كنأكد لكم. درت اختي 3 الخبيزات بالنخاله ودرت 2 بالسميده. علاش؟ لان كاين اللي عندي فولادي تيقول لك لا ماما ما تنبغيش النخاله، ولكن كنحبس عليه، ماشي ما كنحبسهاش عليه، غير بالما تيقول لك ويلي درتيها لنا البارح تعاوديها لنا اليوم. انا راه ما كنقنعش من النخاله. شي نخاله ندير انا تحسوه ونديرها حلوه، والله البنات ما نقول لكمش الا راه شي حاجه اللي طوب، شي حاجه اللي فوق الخيال. وها نتوما معايا اختكم، يعني اش غنقول لكم، داكشي اللي كاين راه كنوريه صراحه. نتمنى ان شاء الله البارطاج ولايك واشتراك وكومونتير زوين، وان شاء الله طلع ليا القناه البنات والله العلي العظيم حتى ندير ثاني ونشري شي صوره ان شاء الله اللي تكون دايزه الكلام، وندير معكم حتى داكشي ديال التواشا اللي كيديروا في اليوتيوب. ولكن راه الحداقه ما كاينش بحالها والبنه ما كاينش بحالها، يعني ماشي بقى عارف غنصور ليك وندير ليك. ولكن اختكم راها ما كتخزن عليكم حتى شي حاجه، كلشي كتقولوا والله العلي العظيم. الا شي حاجه اللي تتكون مخزونه ما كيعطيوهاش كاع بزاف ديال البنات كنعطيها لكم. وصافي البنات ملي غادي يخمر الخبز، سمحوا لي واخا ما بينش لكم الخبز، دخلوا قناتي وغتشوفوني دايره الخبز ديال الزعر، دايره ديال الشعير، دايره ديال القمح، دايره ديال الفينو. عندي بزاف ديال الخبز راه مديرهم ان شاء الله في قناتي. وشوفوا كيفاش تيجي مصيفطه ثاني الخبز الفران، وتا هو تيجي زوين. ها نتوما البنات يعني درت 4 وبقى ليا وحده هي الخامسه. ونتمنى ان شاء الله البنات البارطاج الله يسهل عليكم، كومونتير زوين. راه نتوما اللي غتطلعوا قناتي، واي حاجه كتبوا لي وانا معكم البنات. وان شاء الله المزيد من التألق والمزيد من الفيديوهات، وهنا معكم. وعدتكم باش نبقى ديما نلوح الفيديوهات، وعليكم نتوما بالبارطاج والاشتراك في القناه واللايك والكومونتير، وانا معكم. السلام عليكم.